حبيبة مشيت وهي منهارة من العياط وخايفة من كل نقطة ضعف عتاب عارفاها عن حبيبة. ما كانتش عارفة الضربة هتيجي من أي سر عتاب تعرفه عنها. وبعد شهر كامل صلاح راح البيت عند عتاب وهو فرحان وقال لها: أخيرا الشقة جهزت ومش ناقص غير بس إنك تنوريها بوجودك. طيب، بما إن الشقة جهزت فأنا حابة أعمل فيها حفلة صغيرة هيكون فيها كل الناس اللي حضروا مشكلتنا زمان، سواء من عندك أو من عندي، وممنوع حد يعتذر عن الحضور. معلش، ده شرف ووقت رجوع الحق لأصحابه. ناوي على إيه يا عتاب؟ ناوي يكشف حقيقة حبيبة واللي عملته فيا. وفجأة قطع كلامهم مكالمة من حبيبة، ولما رد لقى سلمى هي اللي بتتكلم وقالت له: الحقني يا صلاح، حبيبة وقعت من طولها وتعبانة قوي وجبت لها الدكتور. طيب أنا جاية حالا. معلش يا جماعة، أنا مضطرة أروح أشوف حبيبة، تعبانة وأختها مش عارفة تتصرف لوحدها. ومشي صلاح، وعتاب بصت لوالدها اللي محتار في أمر بنته اللي تبدل حالها من إنسانة هادية ومسالمة لإنسانة كل هدفها تهد كل شيء اتبنى على حساب وجعها وكسرتها. وقالت له: ما تقلقش، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس. مش مرتاح بس أديني ماشي وراكي عقابا لنفسي زمان لما جيت عليك وظلمتك. ولما صلاح روح البيت لقى حبيبة نايمة على السرير، وسلمى باين على وشها الفرحة وقالت: مبروك يا صلاح، حبيبة حامل، الدكتور كشف عليها وعمل لها اختبار حمل وطلع إيجابي. مستحيل، إزاي؟ بجد يا سلمى؟ يعني هي دي فيها هزار؟ نصيحة مني بقى، ارجع لعقلك ولبيتك ومراتك. جاي لك طفل محتاج لكم انتوا الاتنين سوا. ذنبه ايه الطفل بقى يجي يلاقي أبوه ملهي في حياته ونسيه خالص؟ صلاح سكت وما كانش لاقي كلام يقوله، وكان باين قوي على وشه انه مش فرحان، وقرب من حبيبة وقال لها: مبروك، ربنا يقومك بالسلامة. حتى دي بتقولها لي مجاملة؟ فرحتك مكسورة يا صلاح. على العموم أنا هتحمل عشان الطفل اللي جاي ده، لأنه ملوش ذنب في أي حاجة. انسي دلوقتي كل حاجة وخليكي في حملك. صلاح كان مش قادر يفرح ولا مصدق إن حبيبة حامل، والحمل تقل عليه بزيادة، وقرر يحكي لعتاب اللي قالت له بكل ثقة: مش مصدقة إنها حامل، حاسة إنها مجرد كدبة تداري بيها اللي بيحصل. من الآخر بتحاول تمد في وقتها معاك مش أكتر. أنا مش عارف أصدقها ولا كدبها. صدقني يا صلاح، حبيبة دي كانت صاحبتي سنين طويلة وعارفة طريقة تفكيرها. ولو مش مصدقني خدها بنفسك وروح لدكتور وتأكد من موضوع الحمل. صلاح اقتنع بكلام عتاب وقرر يعمل زي ما قالت له بالظبط. ولما صلاح طلب من حبيبة انه يطمن عليها ويروح للدكتور، حبيبة انفعلت عليه وقالت له: يا حبيبي، الدكتور قال لي تعالي بعد شهرين لأن السونار مش بيبان في الأول وملوش لازمة دلوقتي، وكتب لي على فيتامينز باخدها يعني. وبعدين انت مش اليومين دول بتجهز لجوازك من عتاب؟ أكيد مشغول ووراك مليون حاجة. صلاح حس ان كلام عتاب صح، وعشان كده قرر يعمل حيلة عشان يقدر ياخد حبيبة للدكتور، وطلب منها انهم ينزلوا يجيبوا شوية لبس للبيبي اللي جاي. وحبيبة وقتها فرحت جدا ونزلت معاه، ولما نزلوا سوا وصلوا للعيادة، حبيبة اتصدمت وقالت له: انت ليه بتتعامل معايا بالطريقة دي؟ انا بجد زهقت يا صلاح، انا مروحة. صلاح اتعصب على حبيبة ومسكها من دراعها بقوة وقال لها: استني هنا وفي مكانك، انت مخبية ايه وخايفة من ايه؟ انطقي. ما هو خوفك وتهربك ده معناه انك مش حامل وعاملة عليا لعبة. انا مش عايزة اكشف، هي عافية. قسما بالله لو ما طلعتي دلوقتي معايا هعمل معاكي مشكلة، صدقيني انت اللي هتندمي عليها. حبيبة خافت من صلاح وطلعت معاه للدكتور وهي في قمة التوتر، ولما كشف عليها قال: مين اللي قال لحضرتك انك حامل يا مدام؟ حضرتك مش حامل خالص.
دي ورتني نتيجة التحليل يا دكتور. والله يا أستاذة أنا كشفت عليها وبقولك إنها مش حامل. حبيبة كانت مش عارفة تهرب من صلاح ازاي، وما كانتش قادرة تحط عينيها في عينيه، وهم مروحين ما كانتش بتنطق. وصلاح فجأة قال بغضب: الظاهر إني عشت مخدوع بجد معاكي، وبكرة ياما لسه هيبان لي كتير. بتضحكي عليا يا حبيبة؟ غصب عني، عايزة أعمل أي حاجة تخليك تتلهي عن عتاب اللي كل همها إنها تخرب بيتنا. صلاح أنا بحبك، صدقني بحبك وما أقدرش أبعد عنك. عندي استعداد أعمل أي حاجة بس ما تبعدش عني. أنا مش هقدر أشوفك مع حد غيري. تحليل الحمل ده بتاع مين؟ هقولك الصراحة، أنا خليت سلمى هي اللي تعمل التحليل وتكتب اسمي بدل اسمها، أصلها حامل. حبيت أشوف رد فعلك. ما تيجي نخلف بجد يا صلاح؟ تعال نسعى للخلفة. صلاح ما كانش طايق يسمع صوت حبيبة، ولما روحها البيت نزل تاني وسابها لوحدها في الشقة، وتجاهل كل توسلاتها ليه إنه يسامحها، وفضل يلف بعربيته وهو مش عارف هيروح فين. لكن كالعادة ملقاش حد يطمنه غير عتاب، وكلمها وقال لها: كل اللي قلتيه طلع صح، حبيبة مش حامل. بكرة تعرف الأكبر من كده، وتعرف كل حاجة. المهم تعزم كل الناس زي ما قلتلك، وأولهم حبيبة. صلاح وافق على طلب عتاب من غير تفكير، وفعلا عزم كل الناس وطلب منهم إن محدش يعتذر. وجه اليوم اللي كل الناس اتجمعت فيه، وعتاب كانت كلها تحدي وقوة، وبدأت تتكلم وتقول: أنا آخر مرة شفت اللمة دي كانت يوم ما اتطلقت من صلاح، لما جمعكم كلكم كشهود وعملنا قعدة فيها كبار العيلة عشان يشاهدكم على اللي حصل. أنا بس حابة أفكركم باللي حصل كله واللي قاله صلاح. عتاب كانت بتحاول تمسك دموعها وتحكي بكل ثبات، ورجعت بالزمن 2 سنين ورا وقالت: زمان لما صلاح اتقدم لي واتجوزنا كنت طايرة من الفرحة، وعشنا سوا أسعد أيام حياتنا. مرت سنين وإحنا سوا، وحياتنا كانت مستقرة، لحد ما في يوم لقيت أكاونت بعت لي رسالة مكتوب فيها: وحشتيني، ممكن نتكلم؟ اللي بعت لي الرسالة كان بسام، اللي كان زميلي أنا وحبيبة في الجامعة. حبيبة اللي كانت أقرب صاحبة ليا، وعمري ما عملت معاها غير كل خير، وياما بيتنا كان مفتوح ليها بالليل قبل النهار، ودي دورها جاي بعدين. أما بسام فكان في بيني وبينه ارتباط لمدة 1 سنة، ولما طلبت منه إن يجي يتقدم لي رفض، وقال إنه مش جاهز، وإننا لازم نفضل مع بعض واصبر عليه كام سنة لحد ما يجهز نفسه. حسيت إن عمري معاه هيضيع ومش هعمل حاجة. ولما صلاح تقدم لي عن طريق ناس قرايبنا وافقت، وحبينا بعض مع الوقت والعشرة. ولما شفت رسالة بسام بعد الجواز، وقتها قلبي اتقبض، وخفت على حياتي الجديدة اللي كانت في النور. وعشان كده رديت عليه وقلت له: لو سمحت ابعد عني، أنا ست متجوزة ومش عايزة بيتي يتخرب. بسام رد عليا في رسالة فيها صورة لينا سوا، وقال لي: كل الصور معايا وعندي استعداد أوزعها على كل الناس، ولو حابة الفضايح مفيش أسهل منها، ولو حابة نتفاهم فأنا موجود، وحددي الوقت اللي يناسبك. من خوفي منه جريت على أقرب صاحبة ليا وقلت لها: الحقيني يا حبيبة، بسام بعت لي رسالة، ولما صديته هددني بالصور اللي كانت بينا زمان. انتي بتقولي ايه؟ وانتي ليه رديتي عليه اصلا؟ هي ما قلتلك بلاش تتجوزي صلاح، بسام مش هيسكت، ادي اللي خوفنا منه حصل. مش وقته الكلام ده، انا عايزة حل دلوقتي، اعمل ايه؟ انا عندي الحل، انا هكلمه في التليفون وهقابله واشوف اخرتها ايه معاه. وراحت حبيبة وقابلته،
ورجعت لي قالت لي إنه مصمم إنه يشوفني، وإن بعد المقابلة دي كل حاجة هتخلص، وإنه عايز يشوفني لآخر مرة. وافقت للأسف إني أروح أقابله، ودي كانت أكبر غلطة عملتها وأنا معترفة بيها. ولما شافني بصلي وقال لي: أخيرا شفتك، معقولة هونت عليك يا عتاب؟ انت ازاي قدرتي تعيشي مع راجل تاني بعدي؟ أنا سافرت وجهزت كل اللي كان نفسك فيه، الشقة والعفش، كل حاجة عينك جت عليها زمان واحنا مع بعض جبتها. أنا مصور حتة حتة في الشقة، لو انت مش مصدقاني حتى بصي. قطعته في الكلام وقلت له: يا بسام، كل اللي بتقوله ده ما عادش يجي منه فايدة، ابعد عني وانساني. أنا جيت عشان نقفل القصة دي، وانت لو فعلا بتعزني بلاش تبوظ حياتي، أنا ست متجوزة. هو أنا عتاب نسيتي بسام؟ وقتها قمت وسبته ومشيت، وأنا كنت متعصبة جدا منه، وقلت له قبل ما أمشي: أنا غلطانة إني جيت، ولو سمحت ابعد عن طريقي. ولما رحت البيت قفلت الأكاونت بتاعي نهائي، وعملت البسام بلوك وغيرت رقمي، وافتكرت إني بكده خلصت منه. لكن اللي حصل بعد كده هو إن في يوم وأنا بجهز الأكل لصلاح، فجأة جات لي رسالة من بسام اللي المفروض عامله له بلوك، وبيقول لي فيها: يا حبيبة قلبي انت فين؟ أنا بعتلك الصور اهي، فاكرة اليوم اللي تصورنا فيه الصور دي؟ يوم مستحيل يتنسي. فجأة صلاح ندهلي بصوت مستحيل أقدر أنساه، وواجهني بالمحادثة دي. ومش بس كده، اتصل على حبيبة وقال لها: قوليلي يا حبيبة، مين بسام ده وإيه حكايته؟ يا صلاح دي كانت حكاية وانتهت، وبعدين كل إنسان فينا بيغلط. كلام حبيبة كان كفيل يثبت كل شيء عليا، وصلاح عمل لي قعدة رجالة وجابكم كلكم ووراكم كل الصور اللي بتجمع بيني وبين بسام، واتصل على حبيبة قصادكم كلكم وقالت له على علاقتي القديمة ببسام، وزودت من عندها إني كنت على علاقة بيه حتى بعد الجواز، واتطلقت قصادكم كلكم، وخرجت من بيتي مكسور عيني أنا وأهلي، رغم إني والله مظلومة. وبعد شهر واحد حبيبة قدرت تقرب من صلاح وهو في قمة ضعفه وحزنه، وعرفت إزاي تخليه يتقدم لها، وبينت له قد إيه هي إنسانة محترمة وعمرها ما عملت حاجة غلط. وهو للأسف صدق واتجوزها وعمل فرح، وعزمت كل صحابنا، وما اكتفتش بفضحتي قدام أهلي وأهل جوزي، دي لفت على كل صحابنا وحكت لهم حكايتي. وبعد العدة بسام جالنا البيت وقعد مع بابا بكل جبروت، وبابا قال له: تليك عين تيجي لحد هنا؟ عايز ايه؟ عايز اتجوز عتاب. يا عمي والله انا بحبها وهصلح غلطتي وهتجوزها دلوقتي لو حبيت. وانا موافق، مش علشان انت عريس كويس، ده انا اطيق العمى ولا اطيقك. انا هجوزها لك عشان استرها واخرس كل لسان بيتكلم في عرضها وشرفها. اعترضت وقلت له اني مش موافقة، لكن بابا رد وقال لي: رأيك مش مهم عندي، انا عارف بعمل ايه كويس، وبعدين مش ده حبيب القلب اللي بسببه راسنا ما بقيناش قادرين نرفعها؟ اديني هجوزك ليه. ورغم محاولاتي ان اخلي اهلي ما يوافقوش عليه، لكن محدش سمعني، واتجوزت بسام. اتجوزت وانا مكسورة ومش قادرة انطق، كنت مصدومة من كل اللي حواليا، من صاحبتي اللي خربت بيتي وفضحتني، ومن صلاح اللي صدق من غير ما يفكر لحظة اني ممكن اكون مظلومة، ومن بسام اللي انتهز الفرصة واتجوزني غصب عني بطريقة بشعة. ومر على جوازي شهور كان بسام بيحاول يخليني ارجع احبه، لكن عمري ما قدرت احبه. كان بيحاول يساعدني بأي شكل، لكن عمري ما فرحت، وعشت طول فترة جوازنا شردة وحزينة، ومفيش حاجة قادرة ترضيني. وفي يوم بسام قعد معايا وقال لي: أنا عارف إني ظلمتك،
لكن غصب عني. أنا عملت كده عشان بحبك، صدقيني. أنا جايز أكون غلطت، بس رغم كل اللي عملته مفيش حد هيحبك قدي. جربي ترجعي تاني تشوفيني بسام بتاع زمان، بسام اللي كسرني قصاد كل الناس، بسام اللي خرب بيتي. انت أناني يا بسام، كل غرضك انك كنت توصلي وخلاص. انت كل مشكلتك اني رفضتك وبعدت عنك. هقولي اللي تقوليه، بس بكرة الأيام تثبت لك اني ما حبيتش حد قدك. ورغم كل كلام ومحاولات بسام، لكن قلبي كان مقفول من ناحيته. لحد ما في يوم جالي خبر ان بسام عمل حادثة بعربيته، ولما رحت اشوفه لقيته خلاص في الساعات الأخيرة، وقال لي: أنا آسف يا عتاب، أنا عايزك تسامحيني، أديني هريحك مني خالص، بس حابب أقولك سر براءتك. لما ظهرت تاني في حياتك وانت خليتي حبيبة تكلمني، قالت لي: انت عايز ايه من عتاب يا بسام؟ عايز اشوفها لآخر مرة. انا خلاص كده فقدت الامل اننا نكون لبعض. واللي ترجع لك الامل من تاني تعمل معاها ايه؟ وده ازاي يا ترى؟ سهلة وبسيطة. بما انك بتحبها قوي كده، انا عندي استعداد اساعدك ترجع لها. انا هخليها تقابلك واصوركم من بعيد، وهكلم صلاح واقول له اني حاولت تنصح عتاب كتير انها تبعد عن بسام وتقفل قصته، لكن هي ما بتسمعش الكلام. وبصراحة صعبت عليا اني اشوف راجل محترم زيك مراته بتخونه وهو مش مخليها ناقصها حاجة. وقتها يحتاج دليل، هبعت له صوركم القديمة والجديدة وهخليه يراقب تليفونها من غير ما تحس. وفعلا يا عتاب عملت كل حاجة بكل حرفنة، ولما جات لك البيت مسكت تليفونك بعد المقابلة بتاعتنا وفكت البلوك من الأكاونت الجديد، وبعتت لي اللينك عشان أبعت لك الصور على الشات في وقت وصول جوزك من الشغل. كل اللي بقوله ده متسجل عندي على التليفون القديم من أول مقابلة بيني وبينها لما اتفقنا على كل حاجة، وساعتها مسكت عليها التسجيل ده عشان لو في يوم قلت بأصلها معايا. ومعايا تسجيلات لحد آخر مكالمة كلمتها لي لما بركت لي على جوازنا، وهي بتفكرني إن لولاها ما كانتش الجوازة دي تمت. سامحيني يا عتاب. وده كان آخر كلام بيني وبين بسام الله يرحمه. وبعد الدفنة طلعت التليفون القديم وسمعت كل التسجيلات وكل المحادثات اللي بين حبيبة وبينه. ومن وقتها قررت إن أخد حقي، قررت أخد حقي تالت ومتلت منها. وعشان كده أنا اللي كلمت صلاح بنفسي، ومع أول رسالة بعتها له صلاح حن ليا، وده من حسن حظي. ومن مكالمة لمكالمة لحد ما في يوم قال لي إنه مستعد إننا نرجع لبعض، واتقابلنا وحلفت له على المصحف إني مظلومة، وإنه الأول ما كانش معايا أي دليل براءة، لكن قدرت أوصل لدليل براءتي وإني هوريهوله قبل كتب الكتاب. وصلاح كان كل همه إننا نرجع لبعض، ووافق على كلامي، وأنا وافقته عشان أخد حقي من حبيبة اللي شقلبت حياتي واستكترت النعمة اللي كنت عايشة فيها. وبعد كلام عتاب الكل كان مصدوم وساكت، وحاسين إنهم ظلموها لما صدقوا إنها إنسانة خاينة من غير ما يدوروا على الحقيقة. وبدأت عتاب تسمع كل الموجودين الفويسات وتوريهم المحادثات على شاشة كبيرة. كانت حبيبة مش قادرة تتكلم وملامحها اتبدلت، ما كانتش فاكرة إن النهاية جت بكل السرعة دي. وبعد ما الكل سمع وشاف الصورة كاملة بقوا يبصوا لحبيبة بكل استحقار. وعتاب بصت لحبيبة وقالت لها: تقدري تقوليلي ليه عملتي فيا كده؟ ليه؟ غصب عني حبيته. صلاح إنسان ما يتسابش، وأنا من أول يوم شفته فيه وتمنيت إن أنا اللي أبقى جنبه. كلامك عنه قدامي طول الوقت، حنيته عليكي اللي كنت بشوفها طول الوقت، الهدايا والخروجات والفسح، ما قدرتش ما احبوش، ما قدرتش.
تقومي تخوضي في عرضي وشرفي يا حبيبة؟ انت عارفة وانا عارفة اني قادرة اخليكي ما تقدريش ترفعي عينك في عيون كل اللي موجودين، لكن انا مش هعمل زيك. انا هكتفي ان اخد حقي وبس. لا يا عتاب، من حقي اعرف انتي تعرفي ايه عنها ومش عايزة تقوليه. انا اسفة، مش من حق اي حد يعرف. وعلى فكرة انا مش هرجع لك يا صلاح، مستحيل اقدر ارجع لك. انا عملت كل ده بس عشان اخد حقي، مش اكتر من كده. صدقني مش هقدر ارجع لك تاني، وانا شايفاك معدوم الشخصية ومش اهل للثقة ولا سند حقيقي. انت يا صلاح كلمة توديك وكلمة تجيبك، وللأسف انا كنت مخدوعة فيك برضو. لا يا عتاب، عشان خاطري خلينا نرجع. انا بتأسف لك قصاد كل الناس. انا فعلا ما قدرتش احميكي واحافظ عليكي، بس اي حد مكاني كان هيعمل زيي. ده موقف صعب على اي راجل. انا اسفة، انا قلت كل اللي عندي، ودلوقتي يا بابا انت وماما تقدروا ترفعوا راسكوا بعد ما اثبتت اني مظلومة. صلاح بص الحبيبة اللي فشلت تداري خوفها ورعشت ايديها، وكان باين قد ايه هي مش عارفة ايه اللي مستنيها، وقال لها: انتي بتبني حياتك على خراب بيتي انا وصاحبتك؟ للأسف اللي زيك شيطانة يطلع منها اي حاجة. ظهرتي قصادي بوش الملاك واتخدعت فيكي. كنت بتتظاهري انك عندك مبادئ وعمرك ما عملتي حاجة غلط، وانت الله اعلم ايه مستخبي وراكي. انت طالق يا حبيبة، مش هقدر اعيش معاكي ساعة واحدة بعد النهاردة. حبيبة قربت من صلاح وهي منهارة، ومسكت ايده بالعافية وقالت له بصوت كله كسرة: بالله عليك سامحني، انا عملت كده عشان حبيتك، بلاش تسيبني يا صلاح، انا ماليش غيرك. وكل الموجودين مشيوا، واخر واحد كان صلاح اللي خرج من الشقة وقفلها وهو حزين، وحبيبة ما زالت بتترجى انه يردها وهو مش سامعها ولا شايفها. ولما نزلت حبيبة لقت عتاب وباباها ومامتها بيضحكوا لأول مرة من قلبهم بعد ما براءة بنتهم ظهرت. وحبيبة قربت منها وقالت لها: ارتحت يا عتاب؟ نارك اتطفت واخدت حقك؟ انا بسببك بقيت في الشارع، استفدتي ايه؟ قلتي له ليه؟ ده انت حتى ما رجعتيش لصلاح، انا اتأسفتلك بدل المرة كذا مرة. ليه ما قبلتيش الاعتذار وانت عارفة اني ماليش مكان اعيش فيه؟ انا بقيت في الشارع. تستاهلي يا حبيبة، كل اللي عملتيه معايا كان لازم اردهولك. ده انا حتى كنت رحيمة معاكي، وما قلتش لصلاح انك كنت على علاقة بصاحب الشركة اللي كنت بتشتغلي عنده، واتجوزتيه عرفي. ولما طلبتي منه انكم تتجوزوا شرعي رفض، وانا اللي اخدتك وخليتك تعملي العملية، وبعت الخاتم بتاعي عشانك، فاكرة؟ ومع ذلك رفضت اني اقول، رغم ان معايا كل حاجة تثبت كلامي. بس عمري ما فكرت افضحك، رغم انك عشتي عليا دور الشريفة اللي عمره ما كان لايق عليكي. اللي عملته فيكي صدقيني قليل على اللي انت عملتيه فيا يا حبيبة. البيت اللي اتبنى على سمعتي وشرفي كان لازم يتهد فوق راسك. ومشيت عتاب هي وأهلها، ونامت لأول مرة وهي مرتاحة وحقها رجع لها. وعدت الأيام، وحبيبة عاشت مع أختها بمقابل إنها بتشتغل وتصرف في البيت بالنص مع جوز أختها. وصلاح بعد ما يئس من رجوع عتاب ليه اتجوز للمرة الثالثة وبدأ حياته من جديد. أما عتاب فقررت إنها تعيش حياتها في هدوء بعد ما اتخطبت لأحمد جارها اللي كان لسه راجع من السفر. كان إنسان متزن وراجل بحق وحقيقي، حست معاه بالأمان والسند الحقيقي.